لهذه الأسباب ينبغي أن يستمر وليد الركراكي في تدريب المنتخب المغربي إلى غاية كأس العالم 2026. أولاً، لأنه منذ 2022 نقل المغرب إلى مصاف المنتخبات المرجعية عالمياً بعد إنجاز نصف نهائي كأس العالم. ثانياً، لأن النتائج لم تكن صدفة بل ثمرة مشروع مستقر وتطور تكتيكي وانسجام جماعي واضح. ثالثاً، لأن بلوغ نهائي كأس إفريقيا 2025 دون هزيمة في الوقت الأصلي أكد قوة هذا المشروع رغم خسارة اللقب. رابعاً، لأن الاستقرار قبل كأس العالم ضروري في وقت يعرف فيه الركراكي لاعبيه وهوية المنتخب. أخيراً، وليد الركراكي تطور خلال الفترة السابقة وطور علاقته بلاعبيه إلى الأفضل.